كلنا عندنا حد عزيز علينا عيد ميلاده في أغسطس، والسنة دي بحتفل مع ذا برو انجلش بعيد ميلادهم الرابع. أنا وذا برو انجلش بقينا أصحاب من 3 شهور. فاكرة أول مرة دخلت المكان بجد قد إيه كنت متوترة ومش عارفة إذا فعلا هعرف ألتزم ولا لأ، وهل فعلا هقدر أرتاح وأحس إن أنا بتعلم صح وبطريقة ممتعة من غير ما أذاكر كده بطريقة تقليدية، وكمان أحس إن المكان فعلا قلبه عليا وشايف حلمي. كنت فاكرة إنه مكان بيدي كورسات انجلش وخلاص، وكنت لسه في وضع الاستكشاف كده، هل فعلا هتقدروا تحققوا اللي نفسي فيه بين إن أنا أتعلم بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت استمتع، واني فعلا اقدر اتكلم بدون ما افكر. بصراحه في الاول كنت متوتره وما كنتش لسه عارفه نظام المحاضرات وازاي احضر وازاي استفيد، بس فعليا واحده واحده بدات احس اني بتعامل مع صاحب اكتر من انه مكان. بجد حاسين ان انا وسط صحاب. اللي قدمهولي ده برو انجلش ما كانش بس لغه او شهاده، اللي قدمهولي كان ثقه اكتر في نفسي، طلاقه اكتر في كلامي، واحساس ان انا معاكي لحد ما تحققي هدفك وتوصلي، لان حلمك هو حلمنا. وحسيت بدعم، كنت كل مره اعمل كويس واحسن عن المره اللي قبلها ويوروني ده ويعملوا لي هايلايت عليه، علشان بصي يا منى شوفي تطورك اهو قدامك. حسيت ازاي بداوا فعلا يخرجوني من الكومفورت زون اللي انا كنت حابسه نفسي فيها سنين، من الانجليش عقده من طفولتي، واني بجد مستحيل ابقى زي اللي بيتكلموا بطلاقه دول. لما ببص لورا اول ما بدات ودلوقتي بحس بجد بامتنان ليهم. كان نفسي وانا بتعلم ان انا اعرف اتعلم من مصادر اجنبيه، وحسيت ان حلمي بجد بدا يتحقق. برضه مع الوقت وزياده الثقه قدرت افتح لنفسي فرص احسن في شغلي وحياتي وعلاقاتي. علاقتي ببرو انجلش كانت شبه علاقه الصاحب اللي بيكبر معاكي. الاول هتبداي تستكشفيه وتغوصي في تفاصيله، وخلالها هتلاقيه بيشجعك كل مره. الشهر ده عيد ميلاد البرو، ومع ذلك هم اللي جايبين لنا هدايا، ولو بعت لهم دلوقتي هتلاقوا خصومات. كوتشنج سيشن 50 جنيه بس، ده غير مفاجآت كتيره لسه بيحضروا لها. هسيب لكم اللينك في البايو، انتوا كمان عيدوا عليهم وما تنسوش تاخدوا هديه.